السلام عليكم خاوتي، وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. من اخوكم سيد احمد بناطيه. صافي لونطو ما طليتش عليكم في فيديو. اليوم سوف اتحدث عن فضيحه من فضائح الفساد، فضائح الحقره، اللي كان يقول لنا سي وزير العدل وحافظ الأختام بوجمعة لطفي أنه سيشهر سيف القانون ولا أحد فوق سيف القانون. فنقول لك يا معالي الوزير، هناك أشخاص في ولاية معسكر اللي هي عائلة بوعكاز، لأخت لهم اللي عندهم توأم اللي هما هشام بوعكاز وشقيقه الآخر، اللي يستقواو ويتبغلوا كما نقولوا باللغة العامية على الشعب وعلى سكان تيغني، ويحقروا في مواطنين زواولة مساكين فلاحين. والذنب تاعهم انهم زواولة كتافهم باردين. فمن هذا المنبر نوجه رسالة الى قائد الدرك الوطني العميد الجديد بالنيابة سيد احمد بن رمانة، ونداء ايضا الى وزير الداخلية والجماعات المحلية، ونداء الى وزير العدل انه يحلوا التحقيق في الفساد العارم وفي الحقرة اللي متورطين فيها ريجيم بوعكاز على رأسهم هشام بوعكاز، الذي تم بعدما فجرت أنا فضيحة سوق تيغني في السنة الماضية وجرى ما جرى وتم تطبيق القانون الحمد لله وكل واحد ده حقه. فعائلة بوعكاز راحوا إلى مدينة معسكر، وبمساعدة رئيس بلدية معسكر تمكنوا من الحصول على مناقصة لكراء السوق الرئيسي في منطقة معسكر بالتراضي، وهو الأمر اللي مرفوض قانونا انه ماهوش امر قانوني و يعني ما ينص عليه القانون. والاخطر من هذا انه بتواطؤ وتحت اوامر والي ولايه معسكر الجديد اللي كان امين عام في ولايه عين تيموشنت المدعو عيسى فؤاد، مكنوا عائله بوعكاز وهشام بوعكاز، مكنوه من انه يتحصل على تسيير سوق معسكر الرئيسي. ولم يتوقفوا عند هذا الحد. كان هذا بو هشام بوعكاز راح قر زواوله مواطنين فلاحين عندهم قطعه ارض بجانب السوق تاع معسكر اللي مساحتها 2 هكتارات، راح استولى على تلك الارض بدون وجه حق، حقرهم وزاد دار جسر بالاسمنت المسلح، وجاب ربط المنطقه تم هنالك المحاذيه للسوق، استولى على القطعه الارضيه تحت الفلاحين الزواوله، وجاب التريسينتي وجاب الكهرباء. وانهذو الفلاحين زواوله مساكين قدموا شكوى لمصالح الامن، مصالح الدرك اللي هو قائد الدرك الوطني في ولايه معسكر المدعو زموره منير، هو راه يحمي في عائله الفساد عائله بوعكاز، وما دار حتى شيء. ما هذا الزواوله اللي راحوا يشكوا شكاويهم لم يتم تحريكها، لأنه عائلة بوعكاز عائلة الرشوة عائلة الحقرة، واللي أختهم مستشارة في مجلس قضاء ولاية وهران. والاخطر انه قائد الدرك الوطني في ولايه معسكر المدعو زموره منير راح هدد مدير الفلاحه، لانه مدير الفلاحه تاع ولايه معسكر خدم خدمته، دار تقرير، رفع تقرير بانه المسير تاع السوق تاع معسكر الرئيسي استولى على قطعه ارضيه في الفلاحين وحقرهم، وبغى يزيد يضمها للسوق باش يوسعه باش يدخل دراهم. فجا هد هذا قائد الدرك الوطني وقال له باللي لو كان ما تبدلش هذا البي في وتسحبه راح نجبد لك قضيه ونلفق لك قضيه وندمرك الى بوهدمه. هذه هي الجزائر الجديده. اين انت يا وزير العدل يا سي بوجمعه لطفي؟ اين انت يا قائد الدرك الوطني مما يحدث من تجاوزات لعناصرك في ولايه معسكر سي الجنرال العميد سيد احمد بن رمانه؟ وايضا رساله موجهه الى وزير الداخليه الجزائري ابراهيم مراد، ليتمنى أن يوفد لجنة تحقيق إلى ولاية معسكر ليحاسب والي ولاية معسكر عيسى فؤاد، الذي سمح أنه يتم سوق ويتم منح صفقة أو مناقصة كراء سوق معسكر بالتراضي، وهو الأمر الذي كلف الخزينة العمومية. وكانوا هناك يعني وخد آخرين، كانوا هناك لي كونكيرو تاع عائلة بوعكاز، وكانت القيمة تاعهم أقل من القيمة تاع عائلة بوعكاز وهشام بوعكاز، لكن بقدرة قادر تم منحهم تسيير السوق. وراهو يتبغل ويقول لهم انا وتشوكر. ديجا هذا هشام بوعكاز فوايو، كان ديجا خطره قبل سنوات حرش الكلب من كلابه الشرسه على احد الشرطيين واحد المواطنين في ولايه تيغنيف. وجرائم هذه العائله لا تعد ولا تحصى. فاتمنى من السلطات المعنيه انكم تحلوا تحقيق فيما يحدث، وان شاء الله ساعود الى اللايفات والى النشاط مجددا بعد فتره انقطعت فيها، كنت مشغول.
لأسباب شخصية ولأسباب مهنية، راني اون فورماسيون أيضا هنا في فرنسا. فعلى العهد باقون سيعود إن شاء الله هذا الأسبوع ابتداء من هذا الويكاند، السبت والأحد سأكون معكم لايف من سيد أحمد بن عطية. إلى اللقاء.